علشان ما تخسرش فلوسك قبل ما تأجر أي شقة لازم تسمع الكلمتين دول. 1، لازم تشترط إن عقد الإيجار يتسجل في الاسم، وده علشان حمايتك وحماية المالك. 2، لازم تاخد معاك محامي فاهم وانت رايح توقع على العقد، علشان المحامي بياخد باله من بنود في العقد ما بناخدش بالنا منها. 3، ما تستعجلش انك تأجر الشقة، واسأل الجيران هل الشقة عليها خلافات ولا لا علشان ما تورطش نفسك. 4، اتأكد ان الشقة فيها عدادات مرافق ومش ممارسة، علشان لو ممارسة هتلاقي نفسك متورط في دفع غرامات انت مالكش دعوة بيها اصلا. 5، لازم تصور كل تفاصيل الشقة في وجود المالك، عشان لما تيجي تسيب الشقة تقارن بالوضع اللي استلمت بيه الوحدة وتاخد فلوس التأمين اللي دفعتها في الأول. 6، لازم تعمل حاجة اسمها كبس ضغط المية، علشان تطمن ان مفيش تسريب في المواسير، وتجيب سباك يعمل ده، خصوصا لو انت اول ساكن يسكن الشقة دي، علشان ما تلاقيش نفسك في شقة احطانها من الشعة من كتر الرطوبة لو في تسريب في السباكة. 7، نصيحة ما تشطبش في غير ملكك، علشان مش هتاخدها وانت ماشي، واجر احسن شقة متشطبة حتى لو التشطيب مش على مزاجك. 8، لو هتاخد شقة في اخر دور لازم تتأكد ان الشقة دي معزولة مية وحرارة. قولوا لي في الكومنتس ايه اغرب مواقف سمعتوها عن الشقق والايجارات.